أنا سحر، عندي 25 سنة، خريجة تربية رياضية، عايشة في مستوى اجتماعي متوسط وبسيط. أهلي علموني وتعبوا وداقوا الشقة علشان يعلموني كويس، وعلشان لما أتخرج أقدر أقف على رجلي وأشتغل وأساعدهم في جهازي وكل طلباتي. وعلشان كل حاجة جبتها بتعب وطلوع الروح، كان أبويا شايف إن من حقه إنه يأمن لي مستقبلي أو يضمن لي حقوقي مع الشخص اللي هتجوزه. وطبعًا زي ما معروف في بيوت كتير إن الشيء الوحيد اللي بيضمن للست حقها قدام جوزها وأهله هي ورقة اسمها القايمة. ومن هنا بدأت المشكلة، لما عمر خطيبي جه هو وأهله قبل كتب الكتاب والفرح بيومين علشان يراجعوا القايمة ويمضي عليها. اليوم ده عمري ما هنساه أبدًا. كنا كلنا قاعدين في الصالون، أنا وبابا وماما وعمر وأهله، وكنت عاملة كيك وشاي. كنت فاكرة إنه يوم عادي من أيام التحضيرات اللي اتعودنا عليها، وكنت فرحانة قوي. لكن أول ما بابا سلم لعمر القايمة ومسكها في إيده وبدأ يقراها، وشه اتغير ومسك الورقة بطرف صوابعه كأنه ماسك شيء ملوث. نبرة صوته اتبدلت بنبرة ما سمعتهاش قبل كده وقال: إيه ده؟ إيه الكلام اللي مكتوب هنا ده؟ الكل اتوتر من سؤاله، وبابا سأله: خير يا ابني، في حاجة مش عاجباك؟ رفع عمر الورقة وبصلي نظرة عمري ما هنساها أبدا، وقال: مين اللي كتب القايمة دي وراجع كل حاجة بالتفصيل اللي فيها؟ ماما ردت عليه ببساطة وتلقائية: محامي العيلة. ليه؟ سكت ثانيتين وبعدين قال الجملة اللي وقعت زي خنجر جوه قلبي: يعني راجل غريب فتح شنطة بنتكم وقعد يكتب بالتفصيل ألوان ملابس الداخلية ويوصف اللونجيري بتاعها كمان، حاجات أنا نفسي لسه ما شفتهاش؟ ساعتها الكل سكت، محدش قدر يرد على عمر، وأنا حسيت إن الأرض هتنشق وتبلعني. اتسمرت مكاني ودماغي لفت، وكنت حاسة بإهانة رهيبة، مش من عمر، لكن الإهانة كانت لجسمي ولخصوصياتي لأنوثتي. وقبل ما حد يفكر إنه يبرر الموقف ويشرح لعمر إيه اللي حصل، لقيته آمن مكانه وإن لهم: لو خصوصية خطيبتي والست اللي هتبقى مراتي مش متصانة في بيتكم، هتتصان فين؟ وكمل كلامه وهو بيفتح باب الشقة وخارج: أنا آسف، مش هقدر أقبل بحاجة زي كده، وكل شيء اسمه ونصيب. أنا فضلت قاعدة مكاني وحاسة إن حد رمى عليا مية ساقعة، إيديا كانت بترتعش ودموعي ما كانتش راضية تنزل. وقتها بابا حاول يغلط عمر ويقول إنه لو كان شريكي كان مضى القايمة من غير ما يقراها، وماما تقولي: فيها إيه يعني لما حد غريب شاف حاجتك؟ ما احنا جايبينها من محلات وكانوا معروضين والكل شافهم. بس أنا ما قدرتش أقتنع بولا كلمة من كلامهم، سبتهم ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي. مش عارفة قد إيه، بس طول الفترة اللي حبست نفسي فيها ما كنتش ساكتة، كنت بقول لنفسي جملة واحدة: هو أنا رخيصة قوي كده؟ إزاي حد غريب يمسك ورقة ويقعد يكتب ألوان هدومي الخاصة ويوصف شكل كل حاجة؟ أنا نفسي كنت مكسوفة أفتحهم قدام صحباتي، مكسوفة أرتبهم جوه دولابي قدام أمي. إزاي خصوصياتي بقت كلام مكتوب على ورق يتراجع ويتناقش وأهلي شايفين إن الموضوع بسيط وعادي، وإن عمر هو اللي مكبر الموضوع وهو اللي باعني؟ وفجأة بدأ الخوف يحوطني، خوف من كلام الناس ومن نظرتهم ومن السؤال اللي هتسأله كل ما قابل حد: هو سابك ليه؟ خايفة إن كل تفاصيل إهانتي تبقى حكاية على لسان كل قريب وغريب. وفوق كل ده حاسة إني اتظلمت واتسبت من غير ما أنا اللي أكون غلطانة ولا عملت شيء أتحاسب عليه. وعمر سكت واختفى ومحاولش حتى يقولي المشكلة مش فيكي انتي. وأنا لحد دلوقتي قافلة على نفسي وعلى قلبي من أني أدخل جوه أي علاقة جديدة أو أتعرف حتى على ناس جديدة. ودي كانت حكاية سحر، البنت اللي اتظلمت واتقهرت والخوف فضل محاصرها. عايزة أقولك يا سحر، الغلط مش فيكي، الغلط في العادات والتقاليد اللي أهلك وأهل بنات كتير متمسكين بيها من غير ما يفكروا هي صح ولا غلط. مشكلة أهل أي بنت إنهم بيفكروا إن الأمان بيتقاس بورقة، وإن الضمان بيتكتب بشوية حبر، وإن التفاصيل اللي ملهاش أي لازمة لازم تتحط قدام عيون أي حد حتى لو شخص غريب. هم أكيد كانوا عايزين يضمنولك حقك وده حقهم، بس في نقطة لازم نفهمها: الأمان الحقيقي مش قايمة، الأمان الحقيقي
راجل محترم، بني آدم عنده ضمير، يعرف قيمتك ويقدر يصونك ويحافظ عليكي. قبل ما تدوروا على شوية هدوم أو كوبايات وطقم صيني هيهلكوا مع الزمن، دوروا على اللي هتطمنوا على بنتكم وهي معاه، على طباعه، على ردود أفعاله وقت الغضب، على طريقة كلامه، مش على شوية مفارش وكام جرام دهب. وبرضه عايزة أقول لسحر، عمر ما غلطش إنه قرر ينسحب، وأنا مقدرة صدمته وخوفه مش منك انتي، هو خاف من فكرة الخصوصية اللي اتعرضت، وإن الثقة اتكسرت قبل ما العلاقة تبدأ، وده خوف منطقي مش هروب ولا تقليل منك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو شايفين إن قصة سحر لازم توصل لبنات كتير، ما تبخلوش بالشير، ولو حسيتوا إن الكلام لمسكم أعملوا لايك علشان أعرف إنكم معايا، واستنوني في حلقة جديدة من حكايات سيلة، حكايات من الواقع.